كان في شاب واقف على طرف النيل بيصور مع أصحابه، الجو حلو والضحك مالي المكان، وفجأة سمعوا صوت دوشة وصريخ جاي من بعيد، واحد بيصرخ الحقوني في واحد بيغرق، وبصوا بسرعة لقوا فعلا شاب بيغرق وبيغيب وبيطلع، والناس واقفة متجمدة في مكانها، في اللي ماسك تليفونه مش عارف يتصل بمين، وفي اللي بيزعق، وفي اللي فكر ينط بس اتردد. بس اللي أكيد إن كل ثانية بتعدي فيها روح ممكن تضيع. وساعتها تعمل إيه لو شفت حد بيغرق قدامك؟ اول حاجه ما تنطش في الميه من غير ما تفكر. اول ما تشوف حد بيغرق رد الفعل الطبيعي عند ناس كتير هو انها تنط تنقذه، بس ده ممكن يكون اخطر قرار تاخده. ليه؟ لان الغريق بيكون في حاله هلع وبيتحرك بعشوائيه، واول ما حد يقرب منه بيتمسك بيه بعنف علشان يحاول يطلع، وده ممكن يشدك لتحت او يمنعك حتى من التنفس. الحقيقه اللي الناس كتير ما تعرفهاش، اكتر من ثلث الناس اللي بيموتوا بالغرق بيكونوا هم نفسهم المنقذين. فالتصرف الصح اول ما تشوف حد بيغرق خليك ثابت مكانك وبص على المكان كويس، في ميه راكده ولا متحركه، هو قريب من البر ولا في نص الميه، في حد حواليك تقدر تنادي عليه، في ادوات قريبه زي عصايه طويله، عوامه، جيركن، حبل، كاوتش عربيه حتى. اول 10 ثواني للتفكير والتقييم مهمين جدا. تاني حاجه حاول تساعد من غير ما تنزل الميه. لو الغريق لسه بيظهر ويختفي ولسه واعي وبيحاول يطلع، انت تقدر تساعده من غير ما تخاطر بحياتك. ازاي؟ دور حواليك على اي حاجه تطول مسافته، عصايه طويله، خرطوم، خشبه، حبل، او حتى جيركن فاضي. ارميله الحاجه دي من بعيد وخليه يتمسك بيها وشدها بهدوء ناحيه البر. لو الغريق بعيد ومفيش حاجه توصل له، ساعتها نبدا نفكر في الخطوه الثالثه. لو مضطر تنزل انزل، بس فكر الاول. لو مفيش اي وسيله توصل بيها للغريق والناس حواليك مش قادره تتصرف، وساعتها حسيت انك مضطر تنزل بنفسك، لازم تفكر بعقل قبل ما تنط. اسال نفسك، هل بتعرف تعوم كويس؟ هل لبسك يسمح انك تتحرك؟ هل الميه دي فيها تيار او عمق غير معروف؟ هل معاك حاجه تساعدك تطفو او تساعده يطفو؟ لو جاوبت بايوه على كل ده وقررت تنزل، خد معاك اي حاجه تطفو، عوامه، كاوتش، جيركن، شنطه فيها هواء. ده مش بس بيساعده، ده ممكن ينقذك لو فقدت قوتك في السباحه. قرب منه بالجنب مش من قدامه، لان الغريق في لحظه الفزع ممكن يشدك او يركب على كتفك، وده ممكن يغرقك انت كمان. خليه يتمسك بالعوامه او الحاجه اللي معاك وما تقربش منه جسديا الا لو هو خلاص فقد المقاومه. ولو حد معاك على البر خليه يمسك في حبل مربوط فيك او يراقبك علشان يتدخل لو حصل حاجه. رابع حاجه، بعد ما تطلع الغريق الحق تنقذه بسرعه. اول ما الغريق بيطلع من الميه ما تفتكرش ان كده خلاص، للاسف المشكله ممكن تكون اكبر، لان المشكله ممكن تكون جوه جسمه، في نقص حاد في الاكسجين، ميه دخلت على الرئه، او توقف تنفس مؤقت. لازم تتاكد بسرعه هل الغريق واعي، بيتنفس، بيتكلم ولا لا. لو واعي وبيكح او بيطلع ميه، ده معناه انه لسه في نفس شغال. في الحاله دي سيبه على جنب وضع الافاقه وخلي راسه مايله، ما تحاولش تقومه، غطيه فورا بحاجه تدفيه، جاكيت، بطانيه، تيشيرت، ويفضل توديه على طوارئ او تستدعي اسعاف حتى لو شكله بقى كويس، علشان وجود الميه على الرئه ساعات بيعمل مضاعفات متاخره. طب لو مش بيتنفس ولا واعي، هنا لازم تبدا فورا في الانعاش القلبي الرئوي. خطوات الاسعاف بالترتيب: افتح مجرى التنفس، ميل راسه لورا وارفع دقنه لفوق، ايد على الجبهه والتانيه تحت الدقن. اتاكد من التنفس، قرب ودنك من الفم بتاعه وبص على صدره بيتحرك، سامع صوت نفس، حاسس بنفس بيطلع. لو مفيش تنفس نهائي ابدا فورا بالخطوات دي. حط كعب ايدك في منتصف صدره على عظمه القص، حط ايدك التانيه فوق الاولى، افرد دراعك واضغط بجسمك مش بايدك بس، اضغط 30 ضغطه متتاليه. العمق المناسب حوالي 5 سم، يعني انزل بايدك حوالي 5 سم بس. تنفس صناعي بعد كل 30 ضغطه. اعمل نفسين، امسك مناخيره وافتح بقه، خد نفس عميق وانفخ في فمه ببطء لمده ثانيه. راقب صدره، لو اتحرك كمل تنفس صناعي، لو ما اتحركش ارجع اتاكد ان المجرى مفتوح وكرر 30 ضغطه، 2 نفس، واستمر على كده لحد ما يبدا يتنفس او يوصل الاسعاف او حد تاني يكمل عنك. لو مش قادر تعمل التنفس الصناعي او مش مرتاح او مش متعلم، على الاقل استمر في الضغطات الصدريه، هي دي اهم حاجه هتحافظ على ضخ الدم للمخ. مفيش حد بيبقى جاهز 100% للموقف زي ده، بس كل ما تبقى واعي وتعرف ازاي تتصرف كل ما تكون امل حقيقي لشخص حياته في خطر. حاجات ما ينفعش تعملها لو شفت حد بيغرق: ما تحاولش تخرج الميه من بطن الغريق بالعافيه. بعد الانقاذ ناس اول ما تطلع الغريق بتحاول تعصر له بطنه او تعلقه بالمقلوب، ده غلط كبير وممكن يضر اكتر. الميه اللي جوه ممكن تطلع بالكحه او اثناء التنفس الصناعي، لكن الضغط على البطن ممكن يعمل اختناق او قيء ويزيد الحاله سوء.
ما تضيعش وقت في التصوير او الفرجه. في مواقف الغرق للاسف ناس كتير بتقف تتفرج او تطلع الموبايل تصور. لو مش هتساعد بشكل مباشر نادي على حد يساعد، لكن ما تكتفيش بالفرجه. ما تفترضش ان الميه سطحيه مش عميقه او امنه. حتى الاماكن اللي شكلها هادي وامن زي الترع والبحيرات ممكن يبقى فيها حفر فجائيه، طين يخلي رجلك تغرس، تيار تحتاني يسحبك فجاه، وده بيحصل كل سنه، وناس بتفكر انها تقف على الارض بسهوله وما بتطلعش للاسف. مفيش حاجه اصعب من انك تشوف حد بيغرق، بس الاصعب انك تتصرف غلط وتتحول من منقذ لمصاب. لو حصل معاك موقف زي ده قبل كده او شفت حاجه شبه كده اكتب لنا في الكومنتات، شارك بتجربتك وعلم غيرك من اللي شفته. وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لقناه فيلسوفه عشان توصلك باقي حلقات تعمل ايه وتبقى دايما جاهز ان شاء الله لاي احتمال.